أحية للجميع. عملية القسطرة صارت إجراء شائع جدا هالأيام. القسطرة أو مثل ما يسموها القسطرة التاجية عبر الجلد، وباختصار نسميها BTCF. عادة قبل القسطرة المريض يكون مسوي فحص القسطرة التشخيصية، اللي هو فحص حتى يحددون الانسداد بالأوعية الدموية بالقلب. كلنا عندنا 3 شرايين تغذي القلب. فحص القسطرة التشخيصية ينجر بالبداية حتى يعرفون نسبة الانسداد وتوزيعه. وإذا كان الانسداد أكثر من 7 بمكان معين، هذا الانسداد ما ينعالج بالأدوية. أما كل الانسدادات لأقل من 7 ممكن تنعالج بالأدوية. أما إذا الانسداد أكثر من 7 فالمريض يحتاج قسطرة علاجية. بالقسطرة العلاجية عادة المريض يدخل للمستشفى بنفس يوم الإجراء، مثلا الصبح الساعة 8، والإجراء ينجر بين الساعة 10 للساعة 12 حسب توفر غرفة القسطرة والوضع العام. وعادة القسطرة البسيطة اللي بها انسداد واحد تأخذ من 40 إلى 60 دقيقة حتى تخلص. القسطرة العلاجية نسويها من خلال فتحة صغيرة، ودائما يسموها عملية جراحية بفتحة مفتاح. بشكل عام نسميها إجراء تدخلي. ممكن نسويها من مكانين، واحد منها من جهة الرسغ اليمين اللي نسميه الشريان الكعبري. فأي نعم نخلي أنبوب بلاستيكي صغير داخل الشريان الكعبري بالرسغ اليمين، هذا يكون داخل غرفة القسطرة، ومن خلال هذا الأنبوب نقدر ندخل قسطرة تتوصل إلى أصل الأوعية الدموية. ومن خلال هذا الأنبوب اللي نسميه قسطرة نمرر سلك عبر الانسداد، وبعدين بالون يمر فوق السلك يوصل قريب الانسداد وينفخ من الخارج. فهذا هو أول خطوة، حيث يتم معالجة الانسداد باستخدام البالون. وبعدين عندنا السكن اللي نسميه ستنة شرايين التاجية، أو أحيانا نسميه ستنت مغطى بالدواء أو مطلق للدواء. هو يشبه الشبكة، صغير جدا، سمكه تقريبا 80 ميكرون أو 60 ميكرون، يعني هو جهاز رقيق جدا يشبه الشبكة. يتم تثبيته على بالون، يعني يكون مضغوط على البالون، ولما يوصل ويصير بمكان الانسداد ينفخون البالون فينتفخ الستنت ويلتصق بجدار الأوعية الدموية. مثل ما قلت، سمكه فقط من 60 إلى 80 ميكرون، فهو جهاز رقيق جدا. وبعدما يزرعون الستنت يتم سحب البالون والسلك والقسطرة وكل الأدوات من الجسم، ويبقى الستنة التاجي داخل الوعاء الدموي مدى الحياة. الجزء الثاني، أحيانا نحتاج نسوي قسطرة متقدمة ومعقدة جدا. بهالحالة لازم ندخل من منطقة الفخذ اليمنى. بشكل عام أكو شريان اسمه الشريان الفخذي نستخدمه حتى ندخل أنابيب أكبر حجما، يعني قساطر أكبر، لما نسوي قسطرة معقدة. القسطرة المعقدة تكون للمرضى ليصير عندهم انسداد بعد عملية تحويل مسار الشرايين، أو للمرضى اللي عندهم بس ترسب كوليسترول وإنما عندهم تكلسات قوية، يعني الكالسيوم متراكم فوق ترسبات الكوليسترول. والكالسيوم مادة جدا صلبة، فما نقدر نوسع الدعامة إذا كان أكو كالسيوم هواية. بهالحالة نسوي إجراءات خاصة. أكو 4 أنواع من الإجراءات. واحد منها هو الاستئصال الدوراني، اللي يستخدم فيه رأس مغطى بالألماس يدور داخل الوعاء الدموي حوالي 180 ألف مرة، ويكسر الكالسيوم إلى قطع جدا صغيرة أصغر من 8 ميكرون، يعني أصغر حتى من حجم كريات الدم الحمراء. وبعدها نستخدم البالون وبعدين نركب الدعامة. الجهاز الثاني اللي صار متوفر خلال السنة الأخيرة والذي نستخدمه هواية هالأيام هو الاستئصال المداري. هو جهاز يدور بشكل مداري، يعني مثل الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس، عنده دورانين، ويدخل داخل الوعاء الدموي ويدور بسرعة 80 ألف دورة بالدقيقة. فهنا أيضا الكالسيوم ينقطع إلى قطع صغيرة، بس هذا الجهاز أكبر ويكاد يقطع حتى الكالسيوم العميق. الجهاز الثاني اسمه تفتيت الحصى داخل الأوعية الدموية، واللي هو جهاز يطلق موجات صادمة تقدر تكسر الكالسيوم. فهي هي الأجهزة الثلاثة المهمة التي نستخدمها هالأيام لعلاج الانسدادات المتكلسة. وهناك نوع معين من انسداد الشرايين اسمه الانسداد الكلي المزمن، اللي يصير عند المريض بشكل تدريجي على مدى فترة من الزمن، بحيث يصير الانسداد 100%. هاي الانسدادات تكون جدا صلبة،
ومن الصعب جدا اختراقها وتمرير السلك عبر الانسداد. بهالحالة نستخدم أسلاك وبلونات خاصة للانسداد الكلي المزمن، بحيث نستخدم أسلاك قوية وبعدها نعبر الانسداد ونزرع الدعامة. وهناك أيضا أنواع أخرى من الانسدادات المعقدة اسمها انسدادات التفرع، بحيث يكون الانسداد مبث بالشريان الرئيسي وإنما يمتد للفرع أيضا. وإذا كان الفرع أكبر، لازم نزرع دعامتين على مكانين الانسداد، ولازم نسحق واحدة من هالدعامات حتى نضمن بقاء جريان الدم. فهي هي الانسدادات المعقدة والمتقدمة جدا اللي نستخدم بها التصوير داخل الشريان التاجي، بحيث ندخل قسطرة مثل الألتراساوند داخل الأوعية الدموية أو قسطرة التصوير البصري المقطعي أو CT، واللي فعليا تأخذ صورة منادخل الوعاء الدموي وتطينا معلومات عناشن ومكونات الانسداد. فهذا يسموه رأب الوعاء الدقيق، بحيث نقدر نزرع الدعامة ونتأكد إن الدعامة ملتصقة بشكل جيد بجدار الأوعية الدموية للقلب. فهاي الرأب الوعائي الدقيق والرأب الوعائي المعقد تساعد المريض يتجنب العملية الجراحية، لكن في بعض أنواع الآفات لا نزال بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لتجاوز الشريان التاجي، فجراحة الباي ستبقى جزء مهم جدا من العلاج. من خلال إجراء هاي الرأب الوعائي الدقيق نقدر نتجنب رجوع الانسداد ريستينوس. وبشكل عام لازم نعرف شنو هي الآثار الجانبية لهذه الدعامات. الدعامات عملياً عندها نسبة رجوع انسداد بين 2 إلى 4%. إذا زرعنا دعامة ل100 شخص، 2 إلى 4% من المرضى ممكن يصير عندهم انسداد ينمو ببطء داخل الوعاء الدموي ويسبب انسداد مرة ثانية. هذا يسموه رجوع الانسداد ريستينوس. هاي الانسدادات تتطور ببطء وما راح تسبب أي مشكلة قلبية مباشرة، ونقدر نعالجها مرة ثانية بإجراء خاص يسموه زرع بالون مطلي بالأدوية. فهي هي الأمور اللي لازم نعرفها عملياً عن الرأب الوعائي. شكراً.